السلام عليكم اصدقاء. في الماتش ديال مالي والمنتخب المغربي، برايم دياز كيتوغل داخل منطقه الجزاء وكيصيد بيلانتي، ركله جزاء اللي مشكوك في الصحه ديالها كما كتشوفوا. في نظرك نتايا هاد اللقطه واش بصح تستاهل انها تصفر كضربه جزاء؟ لاحظوا معايا اللقطه كما كتشوفوا. هنايا اللعاب كما كتشوفوا قاس كره بيديه، ولكن اللمسه لم تكن متعمده من المدافع المالي. هنا الاربيط رجع للفار وصفر بيلانتي اللي سجلها برايم دياز بهذه الطريقه. ما تنسوش الاصدقاء تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، يعني ضربه جزاء مشكوك في الصحه ديالها. خلي لي الراي ديالك الا كنتي متفق مع الحكم، والا ما كنتيش متفق قول لنا السبب في التعاليق. وما تنساش لايك الفيديو، والا ما كنتيش مشترك مرحبا بك، اشترك في القناه وفعل الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.